على تعليق الرياضيين، انا بتكلم على اخفاق اعلامنا بانه هو ياخد موقف ولا يذكر للمواطن المصري ما حدث للمشجعين واللاعبين الجزائريين حين جاءوا الينا في المباراة الاولى. حدث لهم ترويع بالمثل ايضا. في 45 اصيبوا من المشجعين بعد المباراة، منهم واحد ضرب بسكينة، ووزارة الصحة المصرية لديها الاسماء وكما قدمتها للسفارة الجزائرية يمكن ان تقدمها ليك لو طلبتي. وزارة الصحية المصرية، هل في واحد من المشجعين المصريين اتضرب بسكينة في السودان؟ احنا لدينا اتضرب مشجع جزائري بسكينة في مصر. الموقف ده ما حصلش اي اصابات، كان معايا تيم طبي 12 طبيب على اعلى مستوى في جميع التخصصات مكلفين من وزارة الصحة، ولفينا على كل الركاب، الاف الركاب، ما فيش ولا مصاب في دول. انا قابلت الفنان ايهاب توفيق ومعاه شويه فنانات في المطار، حصل لك حاجه؟ قالوا ان انت حصل لك حاجه. راجل زي الفل وبيضحك وبيغنوا وبيهزروا. احنا لحد قبل المباراه بيوم ما فيش واحد مصري شاف قناه فضائيه جزائريه ولا شاف جريده جزائريه لحد قبل المباراه بيوم. احنا الشحن كله اللي حصل على مستوى الوطن العربي هو اعلامنا المكتسح. احنا في الاعلام مكتسحين بقنواتنا الفضائيه الخاصه. هذه القنوات اهانت تاريخ مصر قبل ما تهين الجزائر، اهانت تاريخ مصر وحولناها الى حرب. احنا اعلامنا هو اللي حولها الى حرب. الاعلام الجزائري صفر جنب الاعلام المصري، ملوش اي تاثير. لم يصلنا اعلام جزائري عشان نقول ان الاعلام، لا، الاعلام المصري واللي قعدوا يقطعوا على الجزائر ويقولوا يا رب ينكد على شعب الجزائر كله. ده كان يوم مباراه مصر وبوروندي في احد الفضائيات ومذيع مصري اللي قال يا رب ينكد على الاعلام على الشعب الجزائري كله. هل هذا معقول؟ قال نستقبلهم بالورود عشان ينزع هذا الاحتقان اللي كان حاصل واللي احنا تسببنا فيه بالشحن الاعلامي الرهيب اللي حصل قبل المباراه. قال نستقبلهم بالورود، استقبلوا بالحجاره. يصور ايه يا استاذ محمد من خلال الاعلام ان تحول الشعب الجزائري كله الى قتله وسفاحين؟ ده بيصور لنا، لكن حضرتك بتقول ان ده عكس الواقع هناك خالص. والله افتراء. هذا ما شفته انا. راجل مهندس اخ فاضل يكلمني طول الرحله يقول لي انا بقالي سنين اعمل هناك، ما شفتش منهم بكل خير. اول ما نزلت واتعرفوا عليا لا ياخدوني يوروني الاسواق اللي فيها السلع الكويسه والرخيصه، قال التعامل حتى والله مع البائعين يعني سماحه وكده يعني سهوله ويسر. فعلا لذلك المصريين ولا واحد منهم لما كنا هناك ونسمع الفضائيات ونشوف مستعجب استجبت جنب يا رب مش ده اللي انا شايفه. يا رب حد يقول لي سر ليه الجزائريين بيكرهونا؟ انا عايز افهم السبب. الشاب الجزائري بيقول انتوا هتحصدوا اللي زرعتوه. انت يا عمرو يا اديب بيقول كده بالنص، انت يا عمرو يا اديب كرهتني في الشعب المصري. الشعب المصري فيه مهندسين، في اطباء، في فنانين، في اطفال. انت كرهتني في 80 مليون. استنى خسرونا من جزائريين. جزائريين قبل مركزي كده. عايز احسبك على هنا احسن. ابوهم هاتوا جامي واللي كيف زمان. حنايا البوله زايده معانا حتى واحد ما يخلعنا، ولا نسيتو سقسو الالمان قالوا صاي نسينا البالون. الجيريا يبقى مغبون جامي واللي كيف زمان. حنايا البوله زايده معانا حتى واحد ما يلحقنا، ولا نسيتو سقسو الالمان. على الجيري رانا نجرو وبربي نقول بعيد، عنا نسابر يطيرو
معنا كيف صحيحة معاها ضامن الربحة ولي فيلي وما نولي على الجيري رانا نجرو وبربي نروحو لبعيد عنا نسابق فرنسا. المجموعة الثانية الأرجنتين نيجيريا كوريا الجنوبية اليونان. المجموعة الثالثة إنجلترا أمريكا الجزائر وسلوفينيا. المجموعة الرابعة ألمانيا أستراليا صربيا غانا. المجموعة الرابعة هناك هولندا الدنمارك اليابان الكاميرون. المجموعة الخامسة وهناك إيطاليا الباراغواي نيوزيلندا سلوفينيا. المجموعة السابعة البرازيل كوريا الشمالية كوت ديفوار البرتغال. الثامنة إسبانيا سويسرا هندوراس وتشيلي. كي البال احكيله ولادي عندك رجال يكون واش يكون واقفين ديما مازال واقفين ديما مازال كامل معاك ديما نامن بيك معاك يا الخضرة القدام نجمة في السما بالخير تضوي عليك بنيتك أمان العلام معاك يا الخضرة معاك يا الجزائر معاك يا الخضرة ديري خير. سيسعدني كثيرا أن ألتقي بأهلنا وشعبنا المجاهد البطل شعب الجزائر على أرضه المباركة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذا البلد أمنه وأمانه ورخاءه واستقراره. الجزائر قسما بالله يا شعب الجزائر أنكم في جبهة المجد منائر، يا وقود الثورة الكبرى ويا ملهم التاريخ فخرا ومآثر. النضال الحر فيكم فجره، قصة الأحرار أنتم والحرائر. قد درسنا مجدكم في أرضنا وسمعنا ذكركم فوق المنابر وتلونا حبكم أنشودة. في وجه ظلام وعقدنا العزم دائما أبدا أن تحيا الجزائر. يا جزائر لنا نحبك ونموت فيك، انت يمي وانا ابنك روحي تفديني. انا مدينة مرفرف عالي ومعلي لا تجي تناديني في فرنسي. امان غنبر قم وحي المدفعة وقذيفة ما كان منها أروعا من قاهر الفرعون عنتر عندما دوى نشيده في الفضاء ولعلعا. هذه الجزائر رغم كل جراحها تعطي ابتسامتها وتمحو الأدمعا. فقل الجزائر واصغى إن ذكر